لما تسمع عن واحد قام بعملية زراعة كبد مثلا، هل الجزء اللي تم استئصاله من شخص آخر ده بيتنقل لوحده، ولا ممكن يتنقل معاه مشاعر وأحاسيس أو صفات خاصة بالمتبرع برضه؟ انطباعك إيه لما تسمع كلمة زراعة أعضاء؟ تخاف؟ في ناس بتكش؟ في ناس بتعارض الفكرة من الأساس. الموضوع كله إن مريض حصل عنده فشل في جزء من أجزاء جسمه، والجزء ده مش هينفع يقوم بوظائفه تاني مهما كان السبب. فالعلم توصل ان احنا ممكن ناخد الجزء ده من شخص اخر سليم بدون الحاق الضرر بيه، وبعد عملية الزراعة المفروض ان المريض ده بيتم شفائه بشكل كبير. الفكرة كلها هل هو فقط الجزء ده هو اللي بينتقل، ولا ممكن ينتقل معاه مشاعر او احاسيس او صفات خاصة بالشخص الاساسي صاحب الجزء الاساسي. على سبيل المثال اغلب المرضى بعد عملية الزراعة بيميل للعزلة والاكتئاب، واحيانا كمان بيبقى عنده احساس بالذنب. وعلى النقيض في ناس كتيرة بتبقى فرحانة ومهيبرة ومقبلة على الحياة وحاسس انه اتولد من جديد. مش بس كده، علاقة المتبرع بالمريض الأصلي هل هي بتبقى علاقة كويسة ولا لا؟ لحد 45% من الناس علاقتهم بتبقى قوية جدا بالمتبرع، سواء كان قريبه أو مش قريبه. وعلى النقيض في تقريبا ربع الحالات بيرفض تماما اللقاء بالمتبرع، وبالأخص لو كان مش قريبه. ده في ناس ما بتبقاش عايزة تعرف اسم المتبرع من الأساس. بس مش هو ده الغريب. الغريب ان الدراسات وجدت ان من 6 ل 12% من المرضى دول بدأوا يشعروا بمشاعر واحاسيس غريبة ما كانش بيحس بيها قبل كده، بل وبيدعي ان الحاجات دي مش بتاعتهم هم، دي بتاعت المتبرع. زي مثلا على سبيل المثال في ناس بتقول انها بدأت تحب الشطة وهي ما كانتش تقدر تاكل الاكل الحراق قبل كده. في ناس بتقول انها بدأت تحب الحر اكتر من البرد، وده ما كانش الطبيعي بتاعهم. بدأوا يقولوا ان هم ليهم ميول لاماكن معينة، او ان هم بيشوفوا ذكريات معينة مش بتاعتهم على الإطلاق. عمليات زراعة الأعضاء بمثابة حياة جديدة لمرضى يأسوا من العلاج وفقدوا الأمل. الحقيقة في عمليات كتيرة جدا نسب النجاح فيها وصلت ل 90%، أخص بالذكر عمليات زراعة الكبد أو الكلى. ولكن ما هو وراء عملية زراعة الأعضاء لسه العلم لم يتوصل لكل حاجة فيها. العلم مليان أسرار، والكون كمان مليان أسرار. دايما أنت بس تكون عارف موقفك، توافق على زراعة أعضاء ولا ترفض، ولو اضطريت إن أنت تدي عضو لحد قريب ليك توافق ولا ترفض. وتفتكر يا ترى زي ما كان بيحصل في الافلام ان لو شخص زرع قلب لشخص تاني، الشخص التاني ده هيحب اللي كان بيحبه الاولاني، ولا ده كلام افلام؟